اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واتم حال. سامحوني بقى اللي انا طالعه بالفيديو ده، بس والله العظيم غصب عني. يعني انا كنت هحكي لكم اللي حصل. انا قاعده تحت يعني عادي في شقتي، فبعمل اكل وكده. فبصراحه ايه، انتوا عارفين طبعا اللي احنا جددنا العشه، ظبطناها. معلش اللي انا مصوره غلط، لاني والله العظيم غصب عني. بصراحة انا طلعت على المنظر البشع ده، يعني بصراحة والله ما كنتش عارفة بصور ازاي. حتى كنتش عايزة انزل لكم الفيديو والله العظيم. بس انا قلت يعني عشان ايه يبقى، يعني اي حد يمر بالموقف ده لازم يتصرف بسرعة، ما يقعش في الغلط اللي انا غلطت فيه. بصي يا حبايب قلبي، طبعا العشة اللي جوزي طلع وظبطها لي وعملها لي، فانا اتفاجئت ان صوت العرسة يعني ايه عندهم، بس انا ما اتحطتش في دماغي ان هي هتقرم الخشب وتقرقده زي ما انتم شايفين بهذا المنظر البشع ده. يعني احنا مسقفينها ومظبطينها. طلعت بفتح كده قبل ما بفتح باب الشقة واطلع اشوف، لان انا بصراحة كنت سامعة حسها. بعمل اكل عادي، فسمعت حسها من شباك المطبخ. بص واكلة قد إيه، الله ينتقم منها. بصراحة انا قلت ايه، طب يلا نطلع بالليل. فانا بصراحة قلت لجوزي تعالى اما نشوف. بيقول لي طب هي مش هتخش له، ما انا مقفل المكان ومظبطه فما تخافيش. فانا قلت له لا تعالى، عشان ايه احنا جايبين الحاجات دي بفلوس، فحرام لما ايه نخسرها وكده. فحرام يعني نطلع نتأكد عشان ما اقعدش مقلقة طول الليل واقعد اقول يا ريتني كنت طلعت. فانا والله العظيم لسه بفتح باب الشقة، لقيت القطط عاملين حفلة. بقيت مخضوضة مصدومة، لقيت كل قطة نازلة بفرخة زي ما انتم شايفين اللي هي ميتين دول. والقطط بقى عاملين ايه يعني مهرجان فوق السطح، ونازلين على السلالم، وفي كل قطة ماسكة يعني فرخة. كان منظر بشع. بصوا يعني كمان الصاحيين مش عاتقينهم، كانوا عايزين ياخدوهم. هتقولي طب يا مرودي يعني العرسة اللي كلتها ولا القطط؟ والله العظيم انا ما اعرف. بس انا دخلت زي ما انتم شايفين كده، لقيت الفراخ الساسو يعني بعد ما كبرت. بصوا ادي المكان اهو، الخشب متقرقد، مش عارفه ايه اللي هيقرقد الخشب. بصوا عاملين ايه ومجرجرينهم ازاي، يعني بقت تقرقد وتسحب. الله اعلم بقى اذا كان قطه ولا عرسه. بس بصراحه انا لقيتهم يعني مذبوحين، مش مذبوحين بقى، يعني اللي وكيلهم من رقبتهم. فانا سالت واحده جارتنا قالت لي العرسه هي اللي بتمص الدم من رقبتهم وتسيبهم. طيب العرسة هتاكل الخشب كده؟ الله اعلم، مش عارفة ايه السبب، القطط ولا العرسة. انا لقيت القطط ماسكة جانب، والعرسة طبعا يعني خنقت اللي خنقته وذبحت اللي ذبحته، الله يسامحها. بعد ما كبروا وبعد ما جبت علف قد ايه، وبعد مراعية وبعد اهتمام وبعد طلوع ونزول كل شوية. بقى تخيلوا لما ابقى طالعة نازلة ليهم الاكل واحضر لهم، يعني ببقى شايلة همهم عننا احنا. يعني الشوال ده كله انا كنت جايبة يعني كمية حلوة، ما تبقاليش الا دول. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، لقيت انا ده فتحت الباب عليهم رغم ان الباب مقفول. فتحت الباب عليهم، لقيتهم كاشين كده وخايفين وعايزين يخرجوا من العشه، مش عايزين يقعدوا في العشه خالص، لان طبعا المنظر كان قدامهم. الله اعلم بقى العرسه كانت بتموت فيهم قدامهم برضك، وهم بقوا خايفين ومش عايزين يخشوا. ما صدقوا ان انا فتحت الباب، ويعني ما صدقوا راحوا فاتحين. فتحت راحوا خارجين جاريين. فانا بقول في ايه. بصيت لقيتهم جوه مرميين، ده غير اللي انا شلته وغير اللي القطط محاولاه. القطط بصراحة بقت والله العظيم تخش من المكان اللي هو المفتوح ده وتسحب وتخرج على بره. يعني مش هما دول بس اللي ميتين جوه العشة، لا ده في كتير القطط محولاهم، وغير طبعا اللي في قلب الشوال. فوالله العظيم الواحد يعني حزين حزن ما اقولكوش، لان طبعا انتوا عارفين التربية دلوقتي بقت صعبة والعلف صعب. يعني الواحد بيجيب الشكارة والله ما بتقعد، يعني يعتبر ما بتقعدش الا اسبوع، وطبعا دول لازم ياكلوا علف. فالله ينتقم منها بعد ما خبرنا الحاجة، وبعد يعني سابتهم وهم كتاكيت. فانا قلت خلاص بقى، هما الحمد لله شد حيلهم. فبصراحة ايه يعني اطمنت، قلت محدش هيجي يمتهم.
فاضحكوا بقى. يعني انا قبل ما يعني اهتم بالعشه، يعني الواحد مش مستوعب والله العظيم. فانا قبل ما اعمل لها باب كنت بحط الطبليه اسند، ما كانش في حاجه بتيجي يمتهم. واول ما عدلنا لهم المكان ووسعناه ورحنا عاملين له سقفيه وباب، وبيتقفل وبيتفتح بالترباس كده، تروح واكله الابلكاش من الجنب وتروح داخله لهم. والله العظيم ما فادوش الا 8. صفصفة على 15. طلعنا تاني مكان ما نقروا وجحوروا وفتحوا اللي هي من ناحية الأبلكاش دي، راح جوزي جايب خشب الواح وضايقها عليهم، وراح جايب أسمنت من الأحرف. تمام. رحت انا مطلعاهم بقى تاني، كنت حطاهم تحت عندي في المطبخ، قلت عبال ما نظبط المكان ده. ماشي. رحت مطلعاهم، وبعد ما ظبطنا المكان رحنا منزلينهم تاني. تاني يوم لقيت ال15 والله العظيم بقوا 8. مش عارفة ازاي. فبصراحة الواحد والله العظيم ما مستوعب. انا خرجت لقيتهم يعني بصراحة كشين كده ولا راضيني. وحتى اما حطيتهم تاني مرة في قلب العشة، خايفين خايفين يخشوا تاني وخايفين ياكلوا. تاني يوم برضو اتسلت عليهم وخدت منهم يعني 7، ما فاضليش الا 8. بصراحة والله العظيم الواحد زعلان، بس في نفس الوقت بقول الحمد لله. فدا ولادي وفدايا وفدا جوزي، الحمد لله اللي بتيجي في حاجات زي دي. يعني بصوا تخيلوا، سابت لي الصغنن بصوا قد ايه ونقت الكبار. طب ما انت ما خدتيش الصغير دي ليه على قد اسنانك ولا على قدك انت على حجمك؟ فيلا الحمد لله يا حبايب قلبي. فانا قلت اما اطلع اوريكم يعني الفيديو ده عشان اي حد جايب طيور يخلي باله ويحافظ عليهم. بس انا والله العظيم انا كنت محافظة مش مقصرة في حاجة. يعني درجة والله العظيم في اليوم دوت، يعني احنا طلعنا وطمنا عليهم ونزلنا مسافة، بس ما نزلت بسخن الاكل عشان نتعشى، يعني ما كملش 10 دقايق طلعت لقيتها مش سايباله الا 15. وتاني يوم بعد ما عدلنا المكان ورحت حطاهم، سابت لي ايه 8 منهم. فيلا الحمد لله يا حبايب قلبي. فاديكوا شفتوا المنظر. بصوا انا والله العظيم جوزي معدلها ازاي من فوق ومن تحت. بص ما يعني ما جابتش من فوق. بصوا المكان العشه يعني وسعها وخلاها حلوه ومظبطها من فوق. بصوا حاطين مشمعات وحاطين حاجات يعني مأمنينها. تروح هي جايه بنت اللذينه واكله الابلكاش. الله اعلم والله انا ما عارفه القطط، بس انا اتاكدت ان العرسه لاني مطيره رقابيهم. بس انا ما رضيتش اجيب لكم المنظر عشان برضو ما تقرفوش وكده. وبرضو خفت على ايه يعني لو في اطفال بتتفرج ولا اي حاجه. فالمهم احنا يا حبايب قلبي نأمن المكان قبل ما نجيب الحاجه تأمين. يعني بصوا الخشب ما رحمتوش وراحت مقرقضاه وطلع منه الكتاكيت. فيلا الحمد لله عوضي على الله. فادعوا لي بقى يا حبايب قلبي كده ربنا يعوضني. بصوا الله يسامحها والله العظيم الواحد كل ما اشوف المنظر وافتكر يعني كبار. يا ريت صغيرين مش هزعل، بس ده كبار بعد ما اشوفوا خدوا علف بقد ايه وكبروا. انا بقالي والله العظيم شهر باكل فيهم. بصوا يعني شوال، وغير القطط اللي مجرجره. بس هقول ايه غير الحمد لله. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك في القناه ودعوه حلوه كده من قلبكم، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.